لما بنسمع ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي وبالاخص ابتهال مولاي، سواء كنت مسلم او مسيحي، تحس بعظمه وقلبك بينشرح. طب تعرف ان ورا الابتهال ده امر رئاسي وكانت قصه كبيره جدا؟ تعالى هقول لك كواليس الابتهال ده. قصه ابتهال مولاي للشيخ سيد النقشبندي القصه اللي قالها المذيع الراحل وجدي الحكيم. بليغ حمدي قال للشيخ سيد النقشبندي: انا في دماغي لحن ديني داخل فيه التواشيح. رد عليه الشيخ سيد وقال له: انت بتاع الحب كله والف ليله وليله عايز تخليني اغني على مزيكا؟ بليغ قال له: هعمل لك لحن يعيش 100 سنه جايين. وكان ابتهال مولاي. قال وجدي الحكيم في سنة 1972 كان الرئيس الراحل أنور السادات بيحتفل بخطوبة بنته في القناطر الخيرية، وكان الشيخ سيد النقشبندي موجود في الاحتفال ده، وكان برضه الملحن بليغ حمدي موجود، وكان وجدي الحكيم موجود بصفته مسؤول في الإذاعة المصرية. الرئيس أنور السادات نده لبليغ وقال له: عايز أسمعك مع النقشبندي يا بليغ. وكلف وجدي الحكيم يفتح استوديو الإذاعة ليه. وقال كمان بعدها إن السادات اتكلم مع النقشبندي علشان النقشبندي قال ما ينفعش أنشد على ألحان بليغ الراقص، لأن النقشبندي اتعود على الابتهال من غير موسيقى، وكان في اعتقاد الشيخ ان اللحن يفسد حاله الخشوع. وقال: على اخر الزمن يا وجدي هغني. وطلب من وجدي الحكيم الاعتذار لبليغ. راح الحكيم عمل فكره كويس، طلب من الشيخ النقشبندي انه يسمع اللحن اللي عمله بليغ، وخده على استوديو الاذاعه، واتفق مع بليغ انه يسيبه لمده نص ساعه ويكون ما بينهم اشاره يعرف منها اذا كانت الالحان عجبته ولا لا. وكانت الاشاره ان لو الشيخ النقشبندي قلع العمامه بتاعته معناها انه موافق يشتغل مع بليغ، ولو لقى الشيخ لابس العمامه وقلعهاش هيتحجج ويقول لبليغ بكل ذوق وشياكه ان في عطل في الاستديو علشان ينهي المقابله ويفكر بعدها ازاي يعتذر لبليغ. وبعد نص ساعه دخل وجدي الحكيم زي ما اتفق مع النقشبندي، وكانت المفاجاه بالنسبه لوجدي الحكيم، لقى الشيخ النقشبندي قلع العمامه والقفطان وكمان قاعد على الارض، وقال له: يا وجدي بليغ ده جن. وفضل يصرخ ويقول: الله الله. وفي اللقاء ده انتهى بليغ حمدي من تلحين مولاي اني ببابك، اللي كانت بدايه التعامل بين بليغ حمدي والنقشبندي. وبعد اللقاء ده عملوا مع بعض ابتهالات تانية كتير زي أشرق المعصوم، أقول أمتي، أي سلوى وعزاء، وأنغام الروح، ورباه يا من أناجي، وربنا إنا جنودك، ويا رب إنا أمة، ويا ليلة في الدهر ليلة القدر، ودار الأرقم، وأخوة الحق، وأيها الساهر، وذكرى بدر. وهيفضل ابتهال مولاي ملازمنا من روعته وجماله. يا ريت تكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر ابتهال بتحبه للنقشبندي، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واي بلاتفورم هتلاقينا عليه. وكل سنة وانت طيب. وبس كده.